السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال دايما. النهاردة هاخدكم جولة في حديقة الحيوان وفي مكان مفاجأة قليل من الناس اللي يعرفوا، واللي هيعرفوا هتتغير حديقة الحيوان في وجهة نظره. المكان ده مكان حديقة جوه الحديقة، بس الحيوانات فيها مش مقفول عليها بقفاص. تمام. الحيوانات زي ما حضراتكم شايفين كده، ممكن حد يأكلها، بتتمشوا في وسطها، بتتصوروا معاها، وكمان في بيت الزواحف اللي هصوره لحضراتكم. هسيبكم في جولة كده وانتوا داخلين المكان ده. اولا تذكرة المكان ده كانت ب20، وقت ما رحت كان من حوالي 6 شهور. تذكرة المكان ب20 جنيه، غير دخول الجنينة نفسها ب5 جنيه. وانت داخل من باب الحديقة المصغرة دي بيدوك سبت صغنن زي ما حضراتكم شايفين كده. بيبقى فيه اكل الحيوانات اللي داخلين لها، فيه جزر، فيه خاص، فيه حاجات من دي. في كمان بحيرات سمك صغننة زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا في معلومة مش كتير من الناس يعرفها، ان اللي معاه كارنيه نقابة المهن الزراعية بيخش الحديقة نفسها مجانا، واي حاجة جوه الحديقة زي الحديقة المصغرة دي برضو مجانا. زي ما حضراتكم شايفين كده السلاحف. بعد ما نخلص المكان ده ودلوقتي داخلين على بيت الزواحف، هاخدكم برضو في جولة في الحديقة نفسها، جولة عامة كده. بس في البداية عايزاكم تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو بإذن الله يوصلكم على الموبايل بإشعار. تمام. وكومنت منكم برأيكم في محتوى القناة، وكمان تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا كده في بيت الزواحف بناخد جولة مع بعض. طبعا الاطفال بتتبسط جدا لما بتروح حديقة الحيوان، لانها بتشوف الحيوانات المختلفة وبتشوف الطيور. والمكان ده خصوصا في حديقة الحيوان حلو جدا. بصوا زي ما حضراتكم شايفين، انتوا بتمشوا في وسط الحيوانات، يعني مش مقفول عليها، بتأكلوها، ودي حاجة بتبسط الاطفال جدا طبعا. وفي طيورة وبرده زي ما حضراتكم شايفين. انا اخدت لكم جولة كده بسيطة في حديقة الحيوان، علشان اللي ما شافهاش من مصر او شافها وما يعرفش المكان ده يتعرف عليه. ومن بره مصر بفرجكم برضه حديقة الحيوان، ودي صورة مصغرة ليها. واحنا سمعنا طبعا كلنا في الوقت اللي فات ان هما قالوا يعني هيجددوها. ما اعرفش هي قفلت ولا شغالة، ما اعرفش بصراحة خالص، ما عنديش اي معلومة، لان انا روحت الزيارة دي قبل اصلا ما كانوا يتكلموا في القرار ده بحوالي اسبوع. دي جولة كده في الحديقة نفسها. دي بقى الحيوانات اللي هي البرة، اللي مقفول عليها بالحديد يعني. وكل حيوان بيبقى فيه يافطة مكتوب عليها اسمه ومكتوب عليها معلومات عنه. دي الأطفال بتلعب طبعا، ربنا يفرح الناس كلها يا رب. فرحة الأطفال دي بتبقى من الحاجات الجميلة، ان هم رايحين مكان وخارجين مبسوطين. فربنا يقدر الجميع ويرزق الجميع يا رب ويفرحوا. تذكرة دخول الجنينة نفسها في الوقت ده كانت ب5 جنيه، وكنت سمعت ان هي يوم الثلاث ب65. بس ايا كان اللي معاه نقابة كارنيه نقابة المهن الزراعية، سواء يوم الثلاث او في اي يوم عادي، هيخش يعني مجانا اصلا بالكارنيه بس. تمام. انا بس في تصويري كنت بنزل بالكاميرا لتحت، لان ما بحبش اظهر حد، يعني ما بحبش اظهر حد بدون اذنه طبعا. رمضان قرب، وكل سنة وحضراتكم طيبين وفي احسن حال يا رب. ما تنسوش تدعموني عشان انزل لكم الفيديوهات الخاصة برمضان بإذن الله، بلايك للفيديو، ولان كل الحاجات دي بتفرق معايا جدا، واشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس على كلمة الكل، وتكتبوا لي كومنت برأيكم. وطبعا الكومنت الاساسي في اي فيديو هو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام.
القطة دي بقى لفتت نظري جدا جدا جدا، لان هي عندها عين زرقاء وعين خضراء، فسبحان الله فعلا، سبحان الله سبحان الله. شكرا جدا للمتابعة، السلام عليكم.